أكادير، مراكش، مدن ارتبط اسمها بالسياحة الجنسية، وأنا لا أقول هنا بأن الدولة تسوق للمغرب كوجهة جنسية، ولكن السياحة الجنسية واقع. السياح يأتون من أوروبا ومن دول الخليج. ماذا تفعلون لمواجهة هذه الظاهرة؟ ماذا تفعلون بالتنسيق مع وزارات كوزارة الداخلية مثلا؟ انا هذه القضيه ديال السياحه الجنسيه بغي نعرف منين جابوها عباد الله فاش يهضروا على السياحه الجنسيه. انا بعدا ما كنشوفهاش. هادشي هذا ما يمكنش احنا نبداو نقتنص النساء. الدعاره راه تساهم في ميزانيه الدوله، وتكون عندنا الجرأه لكي نقولها كذلك. ثم كذلك النساء السلاليات سيد رئيس. عدد الاطفال المولودين في المغرب خارج اطار الزواج باش يوصل ل 50% من جمله المواليد، هذه حسب اخر الارقام الموجوده في المغرب. انه زبون وغيدخل تقنيه في يديه وغيدخل وغيدير علاقه جنسيه وغادي يخرج والاب جالس او الام جالسه وكانه طبيعي. Sur le Maroc où chaque année des millions de touristes viennent visiter le royaume, mais tous ne sont pas animés de la passion des vieilles pierres, des plages ou du désert. Ils sont de plus en plus nombreux à venir y assouvir leurs pulsions sexuelles. Per soddisfare questo piacere malato è sufficiente raggiungere una località molto più vicina, il Marocco, diventata secondo alcune associazioni umanitarie la capitale africana del sesso. الظاهرة بقات كتفشى على مستوى المغرب، حيث أنه المغرب هو بلد عبور، بلد استقبال، بلد تصدير للضحايا، إضافة للمظاهر التجار بالبشر اللي كتمارس داخليا. وإذا كيخص مثلا أكادير، نتحدث عن طنجة، نتحدث عن الدار البيضاء، وفي نفس الآن هناك تلك القلاع التقليدية ما زالت تحافظ على حضوريتها، فقط تغيرت الآليات. راه الأطلس المتوسط مع كامل احترامنا ما زالت فيه مجموعة من المناطق هي المورد والأساس هو من العمل الجنسي. حتى في المجتمع المغربي أنا غنرجع كانت عملا جنسيا مقننا لدرجة أن العاملات الجنسيات حينئذ كانت لهم بطائق هوية، وكان